في هذا المقطع من البرنامج سأمر على كتب شيخ الطائفة الشيخ الطوسي مرورا سريعا، وسأتتبعها بحسب تأليفها بحسب ما ذكر هو من الجهة التاريخية. الشيخ الطوسي ورد إلى بغداد في سن 23 معبأ بفكر الشافعي لدراسته الشافعية هناك في خراسان، والتحق بشيخ الطائفة. هو شيعي، فأنا لا أقول كما قال الذين أرخوا للشيخ الطوسي من المخالفين. قرأت عليكم ما جاء مذكورا في سير أعلام النبلاء للذهبي، وما جاء في تاريخ الإسلام أيضا للذهبي، وما جاء في الطبقات الكبرى طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، وما جاء أيضا في طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي. مر علينا وقد ترجم له في هذه الكتب وفي غيرها من أنه كان على مذهب الشافعي. نحن لا نملك دليلا قطعيا على نفي هذه الشبهة، ولكن من خلال القرائن التي تحف حياة الشيخ الطوسي فإنني أعتقد بأن الشيخ الطوسي كان شيعيا من البداية، ولكنه تأثر بالفكر الشافعي، وإلا نحن لا نملك صورة واضحة عن بداية حياته التي قضاها في خراسان حتى ورد إلى بغداد. لكن من الواضح جدا أنه حين كان في خراسان كان يتفقه ويدرس، وكان متأثرا بالفقه الشافعي وبالفكر الشافعي. وصل إلى بغداد، بقي 5 سنوات مع الشيخ المفيد، وتوفي شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليهما. في حياة الشيخ المفيد كتب الشيخ الطوسي أول كتاب من كتبه المهمة، وهو التهذيب. أنا هنا لست بصدد أن أسلط الضوء على كل كتب الشيخ الطوسي، وإنما ما يرتبط بالصلاة، بموضوع الصلاة، الكتب الرئيسة التي تمثل مسيرة وسيرة الشيخ الطوسي الفكرية. أول كتاب كتبه وألفه في حياة شيخنا المفيد هو تهذيب الأحكام، وهو أحد الأصول الأربعة، أحد الأصول الحديثية الأربعة، الجوامع الحديثية الأربعة. هذا هو تهذيب الأحكام، وهذا الجزء الأول. هو قال في المقدمة: وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا، هذا الذي طلب من الشيخ الطوسي، وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله، هي كنية المفيد أيده الله تعالى، الموسومة بالمقنعة. أيده الله في حياته، لا يقال للميت أيده الله، لأنها شافية في معناها. ثم قال: وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه. أن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه. على حسب ما ترجمه يعني على حسب ما أورد فيه من المسائل وما رتب من المطالب في كتابه. يعني الشيخ المفيد رتب المسائل والمطالب والفروع في رسالته هذه المقنعة. فالشيخ الطوسي يقول: وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه،
وأذكر مسألة مسألة. يعني هذا العهد الذي أخذه على نفسه، أنه يتناول كتاب المقنعة فأن يترجم كل باب على حسب ما ترجمه المفيد، بحسب ما فصله وبينه، وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها إلى آخر كلامه. هو يريد في هذا الكتاب، في كتاب تهذيب الأحكام، أن يشرح هذه الرسالة، رسالة شيخه المفيد المقنعة، وكما قال هو سيتتبع المسائل مسألة مسألة، إلى أن يقول إذ كان، يعني هذا الكتاب كتاب تهذيب الأحكام، إذ كان مقصورا فقط أذكر فيه على ما تضمنته الرسالة المقنعة من الفتاوي، ولم أقصد الزيادة عليها إلى آخر الكلام. فماذا نفهم من كلام شيخنا الطوسي؟ أول شيء، الكتاب ألف في حياة الشيخ المفيد، يعني في بداية دخوله إلى بغداد. قطعا لا أعتقد في السنة الأولى، ربما في السنة الثالثة الرابعة، هو بقي كما قلت 5 سنوات مع الشيخ المفيد. فالكتاب ألفه في زمان الشيخ المفيد، وواضح من قوله أيده الله تعالى وهو يذكر الشيخ المفيد. وثانيا، هو شرح للرسالة العملية لشيخنا المفيد، وهي الرسالة التي كانت الشيعة تعمل بها. وثالثا، قال بأنه سيتتبع مسائل هذه الرسالة مسألة مسألة، يبينها ويشرحها بحسب ما وضحها الشيخ المفيد، وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجم. ورابعا، قال إن الكتاب مقصور فقط على مسائل الرسالة العملية المقنعة للشيخ المفيد. هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني هذا من تهذيب الأحكام. حين أذهب إلى المقنعة لشيخنا المفيد والحديث في أجواء الصلاة، باعتبار أن الثقافة الموجودة في الوسط الشيعي الصلاة الصلاة، ولطالما نادى أئمة الجمعة والجماعة في زوار الحسين الصلاة واجبة وزيارة الحسين مستحبة، ولكن تبين بعد ذلك أن هذه الصلاة أقرب إلى صلاة الشافعي. على أي حال، قل كل يعمل على شاكلته، يعمل على شاكلته كما في أحاديث أهل البيت، يعمل على نيته على سجيته. فسجية تقوده لعلي وآل علي، وسجية تقوده في طريق يقارب طريق الشافعي. هذه المقنعة للشيخ المفيد مؤسسة النشر الإسلامي، في صفحة 104 ذكر دعاء التوجه على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الدعاء هو أحد تفاصيل وفروع ومسائل ما ذكره الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد، بل أورد روايات تشتمل على دعاء التوجه الذي هو
يقارب دعاء التوجه الذي ذكره الشافعي في كتاب الأم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد الشيخ الطوسي إلى ما أورده الشيخ المفيد على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لم يشر. تصفحت الكتاب تتبعته، لم يشر إلى ذلك. وهو أخذ على نفسه عهدا أن يتتبع المسائل مسألة مسألة. الغريب أنه تتبع كل المسائل إلا هذه وأشباهها، المواطن التي فيها ذكر لعلي وآل علي بشكل واضح. لا أدري لماذا أغفلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. أنا أقول هنا لا أدري لماذا، هذا كلام إنشائي، وإلا أنا أدري، فالرجل متأثر بالفكر الشافعي، ومثل هذا لا ينسجم مع الذوق الشافعي. في صفحة 114 113 114 الشيخ المفيد أورد صيغة تشهد وتسليم، من جملة ما جاء فيها السلام على الأئمة الراشدين بعد السلام على النبي. لم يورد شيخنا الطوسي أيضا هذا التسليم في كتابه. هذا التسليم لم يورده شيخنا الطوسي، مع أنه من جملة المسائل التي أوردها الشيخ المفيد في رسالته المقنعة. كذلك ما جاء في صفحة 130 وهو دعاء طويل، القنوت الذي أورده الشيخ الطوسي يقرأ في صلاة الوتر، وجاء في صفحة 130 ذكر الأئمة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآله الطاهرين أفضل ما صليت على أحد من خلقك، إلى أن يقول: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين قرأت عليكم. هذا المقطع من القنوت الذي ذكره الشيخ المفيد، إلى أن يذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ذكر أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى إمام زماننا، ثم يقول: اللهم انصره نصرا عزيزا، دعاء الفرج. هذا الدعاء وهذا المضمون أيضا شيخنا الطوسي حذفه ولم يشر إليه، بينما بقية المسائل بقية التفاصيل أشار إليها الشيخ الطوسي. أورد أيضا الشيخ الطوسي صيغة تشهد وتسليم غير تلك الصيغة التي أوردها الشيخ المفيد، صيغة مفصلة جاء فيها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين. لكن الصيغة التي ورد فيها السلام على الأئمة الراشدين لم يوردها. هذه الصيغة لم يوردها الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أورد تلك الصيغة التي فيها السلام على الأئمة الراشدين، بينما الشيخ الطوسي أورد هذه الصيغة الخلية من السلام على الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، في صفحة 116 من الجزء الثاني، وهذه الرواية قرأتها عليكم يوم أمس،
محمد بن سليمان الديلمي: سألت أبا عبد الله فقلت جعلت فداك، إن شيعتك تقول إن الإيمان مستقر ومستودع. الدعاء الذي علمه إمامنا الصادق لمحمد بن سليمان الديلمي أن يقرأه دبر كل صلاة فريضة: وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم، إلى آخر ما جاء في الدعاء. هذا أورده الشيخ الطوسي. أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي شافعي، أنا أقول تأثر بالفكر الشافعي. في صفحة 118 أيضا أورد الشيخ الطوسي الدعاء الذي يقرأ في سجدة الشكر: وقرأته عليكم، اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا. مرت علينا الرواية في الحلقة السابقة، لا أعيد قراءتها. بالمجمل الكتاب هو شرح لرسالة المقنعة، وبحسب ما أخذ عهدا على نفسه أنه سيتتبع المسائل مسألة مسألة. لماذا ترك الشيخ الطوسي دعاء التوجه وجاءنا بدعاء هو أيضا في رواياتنا هو أقرب ما يكون إلى دعاء التوجه عند الشافعي، بل هو نفس الدعاء؟ لماذا حذف ما جاء من ذكر للأئمة في القنوت، في قنوت الوتر، ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد؟ لماذا حذف التسليم الذي ورد فيه السلام على الأئمة المعصومين، وجاءنا بتسليم أيضا من رواياتنا فيه تسليم على الأنبياء والملائكة فقط؟ هل تلاحظون أن هذه القضية جاءت على رسلها؟ بالنسبة لي لا، ربما أنتم تقولون بأنها جاءت على رسلها. هذه هي الرسالة، والشيء الطبيعي حين يشرح الشارح كتابا لا بد أن ينقل ما في ذلك الكتاب ويعلق عليه. هذا هو الشيء المنطقي، خصوصا وهو اتخذ على نفسه عهدا أنه سيتتبع المسائل مسألة مسألة. لماذا أغمض وترك وحذف وعلس هذه المقاطع من الأدعية والأذكار، وهي مهمة جدا لأنها تعطي صورة حقيقية وقريبة للصلاة التي يريد الأئمة من شيعتهم أن يصلوها؟ هذا في كتاب التهذيب. ومر علينا من أن روايات التهذيب لا تخلو من الخلل بشكل عام. معروف عن الشيخ الطوسي عند المطلعين على كتب الحديث، معروف عندهم أن الأحاديث التي يوردها في كتابه التهذيب وفي كتابه الاستبصار فيها خلل، فيها نقص. لذا يرجع أهل الخبرة في تقييم النصوص إلى كتاب الكافي حينما يكون هناك تعارض بين نصوص الكافي وبين نصوص التهذيب والاستبصار. هذا هو كتاب التهذيب. وبعده ألف كتابا آخر وهو الأصل الرابع من أصول الحديث الأربعة، وهو الاستبصار. وهذا كتاب الاستبصار بأجزائه الأربعة. الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1429 هجري 2008 ميلادي. ماذا قال في المقدمة؟ أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام إلى آخره، فطلبوا مني كذا كذا إلى آخره. فالكتاب هذا ألفه أيضا بطلب
من الشيعة لشعوره بحاجة الشيعة لكتاب أقرأ. من الأفضل أن أقرأ، أنا حاولت أن أختصر لأجل الوقت، لكنني أقرأ حتى تكون الصورة كاملة. أما بعد، فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام، ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام، وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا. الغريب هو هكذا يقول: وأنه لم يشذ عنه، يعني في كتاب التهذيب، في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في حديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير، وهو أحاديث المقنعة لم ينقلها بالكامل. قطعا نقل أحاديث المقنعة بالكامل إلا هذه الأحاديث التي تتعارض مع الذوق الشافعي. فماذا قال؟ وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير. فيبدو أن هذه الأحاديث في نظره شاذة ويسيرة، يسيرة الأمر. وإنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا، يعني هذا الكتاب يلجأ، وإنه يشير إلى كتاب التهذيب، وإنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يلجأ إليه المبتدي في تفقهه والمنتهي في تذكره والمتوسط في تبحره، فإن كلا منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته. تشوقت نفوسهم، يعني الشيعة والعلماء طلبوا من تشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفردا على طريق الاختصار، وهو هذا الكتاب الاستبصار. في كتاب الاستبصار لم يشر أيضا الشيخ الطوسي إلى تلكم الروايات التي حذفها ولم يشر إليها في كتاب التهذيب من كتاب المقنعة للشيخ المفيد. لم يشر إلى أي من تلكم الروايات ولا ما يقاربها في كتاب الاستبصار، وهذا الكتاب ألفه بعد تهذيب الأحكام، والذي يغلب على الظن ألفه بعد وفاة شيخنا المفيد رحمة الله عليه، لكن قطعا يقينا كما في المقدمة هو ألفه بعد كتاب تهذيب الأحكام. لما وصلت المرجعية إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بعد وفاة السيد المرتضى. الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، فبقي الشيخ الطوسي في صحبة السيد المرتضى إلى أن توفي سنة 436 للهجرة. سنة 436 للهجرة بدأت مرجعية الشيخ الطوسي، فألف كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوى، يعني الرسالة العملية. وهذا هو كتاب النهاية لشيخنا الطوسي. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، الرسالة العملية. أيضا أمر عليها. لاحظتم الكتاب الأول تهذيب الأحكام، وفي تهذيب الأحكام وهو شرح للمقنعة ترك دعاء التوجه وجاءنا بدعاء قريب من دعاء الشافعي،
وترك القنوت الذي ورد فيه ذكر الأئمة بالأسماء، وترك التسليم الذي جاء فيه التسليم على الأئمة الراشدين، وجاءنا بتسليم السلام فيه على الأنبياء والملائكة. في النهاية في دعاء التوجه يقول: وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل. هنا في النهاية ذكر دعاء التوجه، باعتبار أن هذه الصيغ كانت معروفة عند الشيعة، بينما كتاب التهذيب فهو كتاب ألف لأهل العلم، وكتاب الاستبصار كذلك. هذه رسالة عملية. الذي يغلب على ظني باعتبار أن الرسالة السابقة العملية التي يعمل بها الشيعة المقنعة هي مشتملة على دعاء التوجه الذي جاء فيه ذكر علي، فسيكون مستغربا لو أن الشيخ الطوسي وضع في الرسالة العملية دعاء التوجه الذي هو قريب أو كدعاء التوجه عند الشافعي، فأشار إلى دعاء التوجه هذا. وأيضا أورد في التشهد الأول والثاني، يعني في التشهد الأول في التشهد الوسطي والأخير، أورد ما جاء في المقنعة، شيء قريب منها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين. فأورد السلام على الأئمة الهادين المهديين، بينما في تهذيب الأحكام لم يورد ذلك، وفي الاستبصار لم يورد ذلك. هذه رسالة عملية، رسالة عملية يعمل بها الناس، تعمل بها الشيعة، والشيعة كانت تعرف دعاء التوجه بذكر علي صلوات الله عليه، وتعرف التسليم بالسلام على الأئمة الهادين المهديين الراشدين المعصومين. الشيخ الطوسي راعى هذه القضية، ويبدو هذا بشكل واضح، خصوصا إذا ما ذهبنا إلى كتابه المبسوط والذي ألفه بعد كتاب النهاية، وهذا هو الكتاب المركزي للشيخ الطوسي. فماذا قال في مقدمة الكتاب؟ كلامه واضح، كلام شيخنا الطوسي. قال: وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، فيما مضى من الأيام كنت قد عملت كتاب النهاية، والآن كتبت هذا الكتاب. أي كتاب؟ كتاب المبسوط. ولكنه متى كتبه؟ نقرأ ماذا قال في المقدمة: وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك. على أي شيء؟ يشتمل على تفريع المسائل كما يفرع المخالفون، كما يفرع الشافعي، فهو حتى الاسم، اسم الكتاب أخذه من الشافعي. فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه، وتضعف نيتي أيضا فيه ماذا؟ قلة رغبة هذه الطائفة فيه. ولكن لما وصل إلى المرجعية هو ألف هذا الكتاب، حينئذ كلامه سيكون مسموعا. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه،
وترك عنايتهم به. لماذا؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ. لذلك هو راعى هذه القضية في رسالة النهاية، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منه وقصر فهمهم عنها، وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، يعني بالشيء الذي لا تنفر منه طباع الشيعة. هذا هو مضمون الكلام. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به. لماذا؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها، وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية إلى آخر الكلام، يعني بالشكل الذي تتقبله الشيعة. أما هذا الكتاب فألفه بطريقة لا يبالي أن الشيعة يتقبلونه أو لا. أليس هو هذا الواضح من الكلام؟ ولذا نجد أن الشيخ الطوسي في دعاء التوجه ماذا فعل؟ ومر علينا هذا الكلام بالضبط، نقل كلام الشافعي في دعاء التوجه، نقل كلام الشافعي، بحيث أن المؤسسة التي حققت الكتاب وهي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم المقدسة لم يجدوا مصدرا لما أورده من حديث إلا السنن الكبرى للبيهقي، وقد جئتكم بالسنن الكبرى ولكنني أخرجت لكم النص من المصدر الأصلي، فإن صاحب السنن الكبرى البيهقي أخذها من كتاب الأم للشافعي، وهذا هو كتاب الأم، والكلام موجود فيه. هذا الجزء الأول طبعة دار الحديث القاهرة، ما جاء في الافتتاح في صفحة 355 356 357 أورد ذلك الشافعي في كتابه الأم، وحتى ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون، هذا الكلام جاء في صفحة 120 121. فثبت وأثبت الشيخ الطوسي دعاء التوجه بحسب ما جاء في كتاب الأم للشافعي، هذا في صفحة 154 155. حتى الكلام الذي نقله في صفحة 156 عن البسملة، لو رجعنا إلى ما قاله الشافعي في كتاب الأم لوجدنا الكلام قريبا. لوجدنا الكلام قريبا مما ذكره الشافعي في البسملة. ذكره الشافعي في صفحة 361، ونفس الكلام جاء مذكورا هنا في بداية المجتهد. إذا ذهبنا إلى بداية المجتهد والبسملة، واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا. نفس العبارات قريبة، أقصد نفس صيغ التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، آية من الحمد ومن كل سورة من سور القرآن وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف. أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي شافعي، ولا أقول بأن الشيخ الطوسي استنسخ كتاب الشافعي، إنما أقول
تأثر بفكر الشافعي. في صفحة 170 هنا يؤسس الشيخ الطوسي كما يؤسس الشافعي في قضية التشهد في الصلاة. فماذا يقول في صفحة 170؟ ويشهد الشهادتين وهو أقل ما يجزيه في التشهد، والصلاة على النبي وعلى آله فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له. وهذا هو بالضبط ما يتبناه الشافعي في كتاب الأم، وهو أقل ما يجزيه في التشهد، يعني الشهادة الأولى والثانية، والصلاة على النبي وعلى آله فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له. ثم يقول وكل ما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب، باعتبار أن صيغ التشهد كثيرة. إذن خلاصة القول عند الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط بخصوص التشهد، خلاصة القول ما هي؟ أن التشهد الواجب الشهادة الأولى والثانية زائدا الصلاة على محمد وآل محمد. يقول أما الصيغ الأخرى فإذا أراد أحد أن يذكرها فهو زيادة في العبادة والثواب، يعني أن الشهادة الثالثة لا وجود لها في التشهد الوسط والأخير، وإذا جاء ذكرها في بعض الصيغ فذلك زيادة في العبادة والثواب. هذا هو مضمون كلام الشيخ الطوسي والذي التزم به علماء الشيعة إلى يومك هذا، وهذا الكلام أقرب إلى كلام الشافعي. كلام الشافعي الشهادة الأولى والثانية زائدا الصلاة على محمد وآل محمد. الذي زاد عند الشيخ الطوسي أن الصيغ الأخرى التي أوردت إضافات أخرى لو ذكرت فهو زيادة في العبادة والثواب. هذا القول هو قريب جدا من قول الشافعي، بينما لو رجعنا إلى أحاديث أهل البيت التي سأوردها لكم فإنها تخالف ذلك خلافا واضحا صريحا. مراجعنا على طول الخط من زمان الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا حتى الإخباريون منهم على نفس هذا الرأي. حتى صيغة التسليم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هي من الصيغ القريبة من صيغ الشافعي. مرت علينا صيغ التسليم، صيغة التي ذكرها نفس الشيخ الطوسي في رسالة النهاية، وهي مراعاة للوضع الشيعي العام لعامة الشيعة، ورد فيها السلام على الأئمة الهادين المهديين. في مصباح المتهجد، وهو من أواخر كتبه، كتاب في الأدعية، أنا جئت بكل كتب الشيخ الطوسي التي ترتبط بهذا الموضوع لأجل أن أغطي الموضوع. في مصباح المتهجد هو قال: فإن كتبنا المعمولة في الفقه والأحكام تتضمن ذلك على وجه لا مزيد عليه كالمبسوط والنهاية، يعني هذا الكتاب بعد المبسوط والنهاية إلى آخر كتبه الأخرى. فهذا الكتاب هو في الأدعية. هذه الطبعة الحجرية، هي طبعة وحيدة معروفة، الطبعة الحجرية لكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد لشيخ الطائفة الطوسي. في صفحة 44 أورد صيغة سلام تقرأ في الصلاة، صيغة تشهد وسلام، في آخرها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين، مماثل للصيغة الموجودة في كتاب النهاية. فكتاب النهاية لعامة الشيعة، وهذا الكتاب أيضا لعامة الشيعة، هذا كتاب عملي. بينما الكتب العلمية
التي أسست للمنهج الاستنباطي خلية من هذا الذكر. فهذا كتاب تهذيب الأحكام، هذا كتاب الاستبصار، وهذا كتاب المبسوط. هذه الكتب خلية من الأوراد والأذكار التي تورد ذكر علي وآل علي، ما جاء فيها قريب ومشابه، وفي بعض الأحيان كما في المبسوط بالنص نقله عن كتاب الأم للشافعي. بينما في النهاية التي هي رسالة عملية ومصباح المتهجد الذي هو كتاب للدعاء، مثل ما عندنا الآن كتاب مفاتيح الجنان، أورد في التسليم في التشهد السلام على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن القضية والصورة باتت واضحة. لا أريد أن أسيء الظن بدين الشيخ الطوسي، لكنني أسيء الظن بطريقته العلمية وببحثه العلمي. لا أريد أنه كان قاصدا في هذا الاضطراب، يبدو أنه كان مضطربا في بحثه العلمي، لذا لم يتخذ سليقة واحدة. أنا لا يهمني الشيخ الطوسي بنفسه، الذي يهمني الطريقة التي يستنبط بها، المنهج العلمي الذي هو عليه، هذا هو الذي يهمني، وهذا هو الذي يؤثر في ديننا، وهذا هو الذي يؤثر في الساحة الفقهية الشيعية وفي الساحة الثقافية الشيعية. ما الذي نلاحظه فيما أشرت إليه من قرائن، من صور، من لقطات أخذتها من هنا ومن هناك؟ الذي نلاحظه أولاً، هناك اضطراب واضح عند الشيخ الطوسي في مسيرته العلمية. 2، هناك تناقض، تضارب، اختلاف في كتبه. 3، حين يؤلف لعامة الشيعة يختلف في تأليفه عن خاصة الشيعة. فحين ألف تهذيب الأحكام لم يشر إلى دعاء التوجه، لم يشر إلى الأدعية والأذكار المشتملة على ذكر علي وآل علي. وكتاب الاستبصار خلي من ذلك. وكتاب المبسوط على عكس ذلك أورد دعاء التوجه بالضبط ما أورده الشافعي في كتابه الأم. بينما في النهاية وفي مصباح المتهجد، باعتبار هذه كتب لعامة الناس، رسالة عملية وكتاب في الدعاء كمفاتيح الجنان، فأورد فيهما ما يوافق الذوق الشيعي العام. أنا أقول هذا الأمر لم يصدر عن سوء نية، لا نملك دليلا على ذلك، وإن كان هذا الأمر إذا أردنا أن ندقق فيه أكثر من هذا التفصيل الذي بينته قد يدفعنا إلى سوء الظن، لكنني لا أريد أن أسيء الظن بالشيخ الطوسي، وأقول الشيخ الطوسي مضطرب، والشيخ الطوسي متأثر بالفكر الشافعي. المشكلة أن العلماء من بعده إلى يومنا هذا على نفس هذه الطريقة. فموقف الشيخ الطوسي من التشهد الوسطي والأخير، الشهادة الأولى تذكر، الشهادة الثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد، إلى هنا هو يتفق مع الشافعي. يختلف مع الشافعي في أن الشيخ الطوسي قال بأن الصيغ الأخرى التي ذكر فيها الأئمة أو ذكرت أشياء أخرى لو جيء بها فذلك سيكون سببا لزيادة الأجر والثواب. على هذه الطريقة مشى علماؤنا.